أهلا بيكم. النهاردة هنتكلم عن كتاب 48 قانون للقوة. في عالم الناس بتتكلم فيه عن الأخلاق، كتاب 48 قانون عن القوة بيتكلم عن الحقيقة اللي محدش بيحب يعترف بيها. إزاي القوة بتتحرك بين البشر، وإزاي ناس عادية جدا قدرت توصل للنفوذ، مش بالقوة الجسدية لكن بالفهم والذكاء ومعرفة طبيعة الناس. الكتاب ده مش مجرد نصايح، ده أشبه بخريطة لفهم الصراعات الخفية اللي بتحصل كل يوم في الشغل والعلاقات والسياسة، حتى بين الأصحاب. لكن السؤال الحقيقي، هي القوة شيء لازم نتعلمه عشان نحمي نفسنا، ولا أول ما بنفهم قوانينها بتتغير؟ في الفيديو ده هنغوص جوه أشهر وأخطر كتاب عن النفوذ والتأثير، ونفهم ليه ناس شايفاه دليل للنجاح وناس تانية شايفاه كتاب مرعب. وده لأن القوة لما تفهمها عمرك ما هتشوف العالم بنفس الطريقة تاني. القانون السابع. في مرة شاب كان دايما لما يحتاج حاجة من الناس افتكر لهم كل اللي عملوا عشانهم قبل كده. أنا ساعدتك قبل كده، أنا وقفت معاك زمان. لكن الغريب إن كل مرة كان بيسمع نفس الرد: مشغول، نشوف بعدين، مش وقته، مش فاضي، ومفيش حاجة بتحصل. لحد ما قابل شخص مختلف معاه تماما، راح له في طلب، بس المرة دي ما قالش أنا عملت لك إيه قبل كده، قال له بهدوء: لو عملنا ده مع بعض هتستفيد كذا وكذا وهيوفر عليك كذا وكذا. الشخص سكت لحظة وبعدين قال تمام، خلينا نبدأ. من غير نقاش كتير الموضوع تم. ساعتها فهم الشاب ده حاجة مهمة: الناس مش بتتحرك بالذكريات، الناس بتتحرك بالمصلحة اللي قدامها. مش كل حد هيستجيب للعاطفة ولا لكل التضحيات القديمة. في لحظات اللي قدامك بيفكر في ايه اللي هيكسبه دلوقتي، والأذكى مش اللي يطلب عطف أو اعتراف بالجميل، لكن اللي يقدم فكرة يخلي الطرف التاني شايف ان مصلحته في التعاون. لأن اللي بيعرف يربط طلباته بفايدة غيره بيوصل أسرع وبمقاومة أقل. القانون الثامن. لما تبقى مهم بس بطريقة غلط. في شركة صغيرة كان في موظف شاطر جدا، بس كان فاكر إن أهميته وقوته إن الناس تفضل محتاجاه طول الوقت، فبقى بيحتفظ بالمعلومات لنفسه وما يشرحش شغله لحد. ومع الوقت بقى هو الشخص اللي مفيش حاجة تمشي من غيره. بس اللي كان شايفه قوة كان في الحقيقة ضغط وخوف مستمر. وفي يوم غاب فجأة، كان متوقع إن الدنيا تقع، لكن حصل العكس. الناس اتعلمت واتحركت وكملت من غيره. ولما رجع اكتشف ان اهميته ان ما كانش انه يبقى الوحيد، لكن في انه كان ممكن يعلم حد غيره تاني معاه. وبدل ما القيمة انهم يحتاجوك، تبقى القيمة الحقيقية انك تسيب اثر يكمل من بعدك. القانون التاسع. كان في بنت اسمها ليلى، دايما شايفة دورها انها تساعد اي حد تعبان، اي حد يشتكي، اي حد حزين. كانت تفضل تسمع وتدي وتستنزف نفسها. مع الوقت بدأت تحس إنها مش مرتاحة، مرهقة، تقيلة، وحزن جواها من غير سبب واضح. لكنها كانت بتقول أنا بس بساعد. لحد ما حصل موقف في حياتها وهي محتاجة حد يساندها، اتفاجئت إن أقرب الناس ليها مش قادرين يدوها نفس الدعم. ساعتها بس فهمت مش كل ألم لازم تدخل جواه، ومش كل حد بيغرق ينفع تنقذه ولو على حسابك. في فرق بين انك تكون رحيم وانك تضيع نفسك في وجع غيرك. خليك انسان بس ما تبقاش ضحية لمشاعر غيرك، وافتكر ان في ناس وانت بتحاول تنقذهم بتغرق معاهم من غير ما تحس. القانون العاشر. لما تبقى سمعتك اهم من اي حاجة. تخيل انك وصلت لحاجة كبيرة بس الناس ما بقتش تثق فيك. كان في راجل اسمه يوسف، اشتغل سنين عشان يبني اسمه في شغله، مش بس خبرة لكن سمعة. كلمته بتتصدق وشغله مضمون. وفي يوم معلومة غلط صغيرة انتشرت عنه، ومع إنها بسيطة لكن بدأت تغير نظرة الناس ليه. ناس بدأت تتردد، فرص بدأت تقل، ثقة بدأت تتهز. ساعتها يوسف فهم حاجة مهمة جدا: إنك ممكن تخسر فلوس أو فرصة، بس لما تخسر سمعتك بتخسر كل ده مع بعض. فبقى كل تركيزه يفضل يثبت هو مين. ومع الوقت الناس رجعت تثق فيه تاني. سمعتك مش حاجة ثانوية، دي الأساس اللي بتبني عليه كل شيء في حياتك. لو راحت كل حاجة بعدها بتنهار. القانون ال11. في ناس بتخسر خطتها من قبل ما تبدأها. كان في شاب اسمه آدم عنده فكرة مشروع مهم جدا بالنسبة له. من حماسه بدأ يحكي لكل اللي حواليه عن خططه،
عن كل خطوة. بس الغريب كل ما كان بيتكلم أكتر كل ما كان بيقابل إحباط أكتر. مش هتنجح بسهولة، الفكرة دي اتعملت قبل كده، فكك منها. ومع الوقت بدأ يتحمس أقل ويشك في نفسه أكتر. وفي نفس الوقت كان في حد تاني في نفس المجال ما كانش بيتكلم كتير، كان بيشتغل في صمت، بيخطط ويجرب ويعدل من غير ما يحكي كل تفصيلة لأي حد. ولما جه الوقت وطلع شغله للنور النتيجة كانت أقوى من أي كلام. مش كل فكرة لازم تتشرح من بدري، في أفكار لازم تخلص الأول وبعدين تتقال. الصمت أحيانا مش غموض، ده حماية. القانون ال 12: أكبر غلطة ممكن تعملها في شغلك إنك تحاول تبين إنك أذكى من اللي أعلى منك. كان في شاب شاطر جدا في شغله، وفي أي اجتماع يدخل فيه كان دايما يصحح ويعدل ويضيف ويبين إنه فاهم أكتر. بس مع الوقت بدأ يحس إن رد فعل رؤسائه اتغير، مش رفض لكلامه لكن مسافة. في نفس المكان كان في زميله شاطر برضه بس فاهم حاجة مهمة: مش كل فكرة صح لازم تتقال بنفس الطريقة. كان بيعرض أفكاره بهدوء وبأسلوب يخلي اللي فوقه يحس إن هو صاحب القرار وإنه مش مصدر تهديد ليه. ومع الوقت بقى أقرب للثقة وللترقية. مش المطلوب منك إنك تخفي قوتك أو شطارتك، المطلوب منك إنك تعرضها بطريقة ما تهددش حد. الذكاء مش إن أنت تكسب النقاش، الذكاء إنك توصل للمكان اللي تستحقه من غير ما حد يحاربك. ده كان الجزء الأول من شرح بعض القواعد من كتاب 48 قانون للسطوة. مستنية آرائكم، ولو حابين ممكن نكمل في جزء تاني. شكرا ليكم.